النهاردة هنتعلم ازاي تشرب مية لوحدك بدون ما تحتاج لحد، بدون ما تلجأ لأي حد، بدون مساعدة أو تدخل من أي كائن بشري آخر غير نفسك. بص يا صاحبي، انت عشان تشرب مية الطريقة الأفضل انك تشرب من خلال إزازة في كوباية، لكن الجو انك تشرب من الإزازة على طول والجو ده مقرف، فبلاش منه أحسن. بص يا صاحبي، انت عشان تشرب لازم يكون معاك الكوبايه زي ما اتفقنا والازازه. تعمل ايه؟ هتفتح، بص الازازه فيها غطايه من فوق، هتفتح الغطايه من فوق بص بمنتهى السهوله يا صاحبي. هتفتح الغطايه وتسندها على جنب وتمسك الازازه يا صاحبي كده، ودي الكوبايه. بص الكوبايه فاضيه يا صاحبي مفيهاش حاجه اهي. بص هتيجي بعد كده تميل الازازه وتصب في الكوبايه. بص يا صاحبي، عود نفسك يا صاحبي تبقى بص بتاع نص سنتي من فوق، ما تملاهوش. عشان ليه؟ لان انت لو مليت على الاخر انت وهتمسكها كده وهتقربها من بقك هتتلقلق وتدلق عليك او على الارض وهتبل لك هدومك. لا، بقى حته عشان ما تبلش نفسك. وبعد كده يا صاحبي حطها في بقك واشرب. بص يا صاحبي، بس يا صاحبي دي الطريقه الصحيحه لازاي تشرب الميه بنفسك بالطريقه الصحيحه. لو في أي مشكلة بتواجهها أخرى اكتبها لنا في الكومنتات وأنا بإذن الله هعمل لك عنها فيديو. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل جرس الإشعارات وتضغط لنا لايك للفيديو. سلام عليكم.